اللي هي بيور كلينيكال لونج كيس. انا خلصت الكلام النظري تماما بتاع السي او بي دي على درسين اتنين. الدرس ده نمره 2 واللي فات كان نمره 1. لكن عندنا حوالي 10 دقايق نتكلم فيهم على كلام 100% بيور كلينيكال. الديالوج اللي هقوله ده تقوله في الامتحان الكلينيكال. الممتحن هيدور بينك وبينه حوار في اقل من 10 دقائق، نعرف الحوار اللي بيدور الامتحان الكلينيكال ان شاء الله. لو حاله لونج كيس سي او بي دي هيسالك وات از يور دايجنوزس، ايه تشخيصك؟ لونج كيس. قول له الكيس اوف سي او بي دي سبست 5، دي اللي هتنزل في الامتحان. سبست 5 اوعدك هو اللي هينزل في الامتحان، مش هينزل حاجه تاني. ممكن ينزل لك برونكيال ازمه دي منفصله، لكن لو سي او بي دي هتبقى سبست 5. لو نزل بيور ازمه مالناش دعوه بيه، وصعبه تنزل. العام بيبقى تعبان قوي بتاع الازماتيك ده، غالبا ما بتنزلش ازمه في الامتحان. يعني اللي بينزل سي او بي دي بنسبه تعدي حاجه و90%. طب لو نزل سي او بي دي هينزل سبست 5، اللي هو ايه سبست 5؟ اللي هو كرونيك برونكايتس وانفيزيما. راجع كده السبستس في الحصه الاولى. طب انت لو سالك التشخيص اوعى تقول له سي او بي دي خالص. ليه؟ لان انت لو قلت سي او بي دي يبقى زيك زي اي واحد ماشي في الشارع. انت تقول له سي او بي دي سبست 5. يقول لك يعني ايه سبست 5؟ قول له يعني كرونيك برونكايتس اند انفيزيما. اضرب لك تعظيم سلام. خلصت التشخيص؟ لا. لو العيان عنده كومبليكيشن لازم تذكر الكومبليكيشن. طب لو ما عندوش كومبليكيشن يبقى تقول ده بس، يبقى ده بس لو كان ده بس. لكن لو عنده كومبليكيتد، لو العيان كومبليكيتد بكور بالمونال قول له كومبليكيتد بكور بالمونال. كومبليكيتد برايت فنتريكولار فيلير قول له من الكومبليكيشنز التسعه اللي قلناهم في الكومبليكيشنز بتوع السي او بي دي. تشوفوا كلينيكالي عند العيان عنده ولا ما عندوش. طب وده بقى انا بفترض الاجابه دي لو ما عندوش كومبليكيشن هتقول ده بس. حلو الكلام. السؤال اللي بعده based on what؟ يقول لك بناء على ايه قلت التشخيص ده؟ قول له انه لقيت عنده clinically evidence of chronic bronchitis and emphysema. يقول لك وضح. قول له لقيت عنده chronic bronchitis ولقيت عنده emphysema، لقيت عنده دليل او ادله ان عنده chronic bronchitis وادله للانفيزيما. يقول لك ايه هم؟ قول له chronic bronchitis عرفت اعمل هيستوري وعرفت اعمل اكزامينيشن. يبتدي كده يفوق معاك قوي، يبقى سعيد قوي بالنظام اللي انت بتجاوب بيه التنظيم المحترم ده من الهيستوري ومن الاكزامينيشن. يقول لك كويس كمل، وبيبتدي يستعد انه يديك نمره كويسه. هيستوري قول له لقيت عنده الهيستوري التيبيكال بتاع كرونيك برونكايتس. قول له كده، قول له لقيت عنده هيستوري التيبيكال بتاع كرونيك برونكايتس. يقول لك يعني ايه تيبيكال بتاع كرونيك؟ قول له عدى على 3 مراحل. الاول بيكح كل يوم ويجيب ميكويد سبيوتوم ابيض، وبعدين اصفر المرحله الثانيه، وبعدين بعد كده بقى ديسنيا ويزنج. يقول لك دول ال3 مراحل بتوع كرونيك برونكايتس. قول له يقول لك اللي هم ايه؟ قول له الاولى دي سيمبل، والثانيه ميكوبيرولنت، والثالثه اوبستراكتيف ايريفرسبل. جاهز يديك فول مارك بس لسه. قول له عرفتها كمان بالاكزامينيشن. يقول لك ازاي تعرف الكرونيك برونكايتس بالاكزامينيشن؟ تجيب من الجدول بتاع الكرونيك برونكايتس اهم الحاجات بتاعت الكرونيك برونكايتس من الجدول ان الشعب مسدوده، انه فيزيكولار ويز برولونجد اكسبيريشن، ومعاه ويزس مينلي اكسبيراتوري. ممتاز. ما هو انت لما تلاقي الشعب مسدوده يبقى بالسماعه فيزيكولار ويز برولونجد اكسبيريشن، وتبع القاعده اللي قلناها لازم يبقى معاه اسوشيتد جنرالايزد رونكاي، وتبقى شاطر قوي لو قلت له مينلي اكسبيراتوري، وتبقى اشطر لو قلت له بوث سيبلنت اند سونورس يعني بوليفونيك. بوليفونيك يعني سيبلنت وسونورس اللي هي الشعب الصغيره والكبيره. كويس جدا. يبقى هيستوري اكزامينيشن تمام. وكمان لقيت عنده دليل ان عنده انفيزيما. طب ما لو لقيت كرونيك برونكايتس مع انفيزيما تبقى سي او بي دي سبست 5. حلو الكلام. انفيزيما عرفت الدليل بتاعها ازاي؟ هيستوري واكزامينيشن. لا 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 خالص خالص. ده انت تعمل تشطب دي. الهيستوري ما بيجيبلكش الانفيزيما ما بتعرفش من الهيستوري خالص. فانت لازم تبقى مصحصح في الامتحان. الهيستوري الانفيزيما بالاكزامينيشن فقط only by examination. emphysema is detected only by examination. ما فيش هيستوري الانفيزيما خالص. انفيزيما يعني الرئه منفوخه ملهاش هيستوري دي. كرونيك برونكايتس ليه؟ لكن اكزامينيشن فقط. هنا اكزامينيشن تعرف منين ان في انفيزيما؟ من الجدول. طب اهم حاجات تعرفك ايه عشان تختصر الوقت بسرعه في الامتحان تبقى امبرسيف جدا؟
قول له ساينز اوف هايبر انفليشن. دايما اتعود في امتحان بطن جراحه اطفال نساء الهواء عمم وبعدين خصص. قول له ساينز اوف هايبر انفليشن. ايه تفاصيل هايبر انفليشن؟ نمره واحد انسبكشن بارل شيب تشست اهي هايبر انفليت عنده صدره بارل شيب. يقول لك يعني ايه؟ قول له يعني بايلاترال هايبر انفليشن. يقول لك يعني ايه؟ يقول له يعني انكريزد انترو بوستيريور دايمتر بناحيتين. المفروض الانترو بوستيريور دايمتر هنا زاد. تمام. يقول لك في حاجه تاني غير انسبكشن. قول له بيركشن. بيركشن ازاي؟ بالتخبيط. لقيت ايه؟ لقيت عنده حاجتين، هايبر ريزونانس هوا كتير فبيطرقع زياده عن اللزوم، بايلاترال ديفيوز اول اوفر ذا تشست. لكن الكلمه الثانيه المهمه قوي اللي طولت فيها من شويه اللي هي انكروتشمنت على البير اريا وعلى الدايفرام، بيسقط الدايفرام لتحت وبيخلي البير اريا اللي كانت ضل تبقى ريزونانت. قلتها من شويه، خلي الدايفرام يسقط لتحت وخلي البير اريا اللي كانت ضل تبقى ريزونانت بس باللايت بيركشن البير اريا، والدايفرام بدل ما في خامس سبيس ميد كلافيكولار لاين يسقط لتحت تايدال بيركشن. بس كده لسه في حاجه زياده. هو كده اداك فول مارك، بس هو عايز يديك فول مارك ويطلع كمان يوصي كل اللي جاي يدوك فول مارك، فتروح مزود دي تقول اللو دايفرام ده ممكن كمان يجي بالبالبيشن. ممكن كمان اللو دايفرام تعرفه بالبالبيشن. هو المفروض بالبركشن ان الابر بوردر اللو دايفرام يعني الابر بوردر بتاع الليفر سيت لتحت بالتايدال بيركشن، دي معروفه اي واحد ماشي في الشارع عارف. لكن بالبالبيشن ازاي؟ معروفه جدا بس انا مش عايز اقول. اسال الدكتور الكلينيكال بتاعك ازاي بالبالبيشن تقدر تعرف الليفل اوف ذا دايفرام. بالبيشن معروفه زياده عن اللزوم. طيب في سؤال بيقول your case is complicated or not by cor pulmonale. هيقول لك بعد كده بقى خلصت انت دلوقتي، انت قلت له ايه؟ قلت له ان الحاله بتاعتي سي او بي دي سبست 5 يعني كرونيك برونكايتس وانفيزيما، ما كانتش كومبليكيتد بالنسبه لي، او انا بفترض ان ما كانتش كومبليكيتد او كانت كومبليكيتد وانت قلت له من الاول انها كومبليكيتد. طب لو ما كانتش كومبليكيتد هو يسالك هل هي كومبليكيتد ولا لا بكور بالمونال. كور بالمونال يعني enlargement of the right ventricle with or without failure، مش لازم يبقى فيها failure. كور بالمونال يعني مجرد enlargement of the right ventricle. قول له دي النقط اللي بتعرفك ان العيان عنده، ما خدناش كارديولوجي، كلينيكالي يوريك ده، دي النقط اللي بتقول كلينيكالي ان ده عنده enlarged right ventricle. دي النقط اللي بتقول كلينيكالي انه عنده enlarged right ventricle. طب هو لو enlarged right ventricle في عيان سي او بي دي بقى كور بالمونال. طب انت في العيان بتاعك بقى مين من النقط اللي موجوده دي ينفع لو لقيته تقول انه enlarged right ventricle؟ لو كان عيان ما عندوش سي او بي دي كل النقط دي تنفع تقول انه عنده رايت ventricular enlargement. لو ما عندوش سي او بي دي اي واحده من دول تنفع كلهم طبعا. لكن لو العيان عنده سي او بي دي مين من النقط دي بس اللي ينفع يقول ان جاله رايت ventricular failure فبقى كور بالمونال؟ مين من دول اللي يصلح؟ الاجابه ولا واحده من دول، دي بس هنا بقى ده عدينا الفول مارك، ده انت هتروح ان شاء الله هينبسط جدا. ليه بس epigastric pulsations؟ ليه مش كل الحاجات؟ لان كل الحاجات اللي عليها اكس دي، كل الحاجات اللي عليها اكس موجوده جوه الثوركس جوه التشست، مش هتعرف تلاقيها لان اللنج لما بتتنفخ هواء بتغطي على العلامات دي كلها، بتبقى ماسكت هيدن ما تقدرش تشوفها. ممكن ما تشوفش الايبكس ولا تشوف الباراسترنال بالسيشنز ولا الدالنس اوريدي مش موجوده ولا حاجه من دي، ولا البالسيشنز ولا الساوند ما يتسمعش بتاع البالمونري هايبرتنشن، يبقى ولا واحده من دول. ليه؟ لان الهواء الكتير في اللنج غطى على الفايندنجز دي. الحاجه الوحيده اللي تقدر تلاقيها هي اللي متعلمه بالمربع دي اللي هي الابيجاستريك بالسيشنز بتاعت الانلارجمنت اوف ذا رايت فنتركل. اشمعنى دي الوحيده؟ لان دي مش في الثوركس، دي في الابدومن. الابيجاستريك ده عضو من اعضاء الابدومن. طب واذا في الابدومن يبقى بره الثوركس، يبقى مش هيتغطى بالهواء، يبقى ده هتلاقيه. مهم جدا. قول له the only sign which indicates enlargement of the right ventricle and hence cor pulmonale in a patient with COPD, the single sign
which indicates enlargement of the right ventricle بين قوسين cor pulmonale in a patient with COPD is epigastric pulsations of right ventricular origin given the fact that other findings will be masked أو hidden by the excessive air present in this lung بالإنفيزيما بالهايبرإنفليشن. طيب your case is complicated or not. طب انت قلت لي كور بالمونال فهمنا، طب العيان ده عنده كور بالمونال، عنده مثلا، طب هو عنده كمان رايت فنتريكولار فيلير ولا ما عندوش؟ ما الكور بالمونال يا اما with or without رايت فنتريكولار فيلير، عنده ولا ما عندوش رايت فنتريكولار فيلير؟ ايه الساينز اوف رايت فنتريكولار فيلير عموما؟ اهم في كتاب الكارديولوجي اللي يقول لك انه عنده رايت فنتريكولار فيلير ان النيك فينز بتبقى كونجستد بالسيتنج والليفر انلارجد وتندر وايديما لور ليمز. دول اهم ثلاث حاجات، الثلاثه اللي في الاول، الثلاثه اللي في الاول دول اهم ثلاث حاجات يقولوا انه عنده رايت وجوندس ممكن، لان الليفر لما بيبقى كونجستد بيدوس على البايل كاناليكيولاي. واس 3 جالوب على الترايكاسبيد، دي على اعلى درجه من الاهميه في كتاب الكارديولوجي. حكايه اس 3 هي الجالوب عموما سواء اس 3 او اس 4، انسى بقى اس 3 واس 4 دول نقولهم ان شاء الله في الكارديولوجي وافضل تسمعهم عندي. طب هنا كومبليكيتد ولا لا؟ لو انت بتسال على رايت فنتريكولار فيلير عموما مش في عيان سي او بي دي، اي واحده من دول تنفع، لكن هنا دي ما تنفعش. ليه؟ لان العيان بتاع السي او بي دي ممكن يجي له اديمه حتى لو ما جالوش رايت فنتريكولار فيلير، قلناها قبل كده بسبب سولتال ووتر ريتنشن، يبقى الاديمه ما تنفعش، الاديمه ما تنفعش. اتنين، لكن الجوندس تنفع، لان معنى كده الليفر كونجستد بيدوس على البايل كاناليكيولاي. والاسايتس تنفع لان قلنا السولتال ووتر ريتنشن في السي او بي دي ما بيبقاش كافي، بيبقى كافي يعمل اديمه بس ما بيبقاش كافي انه يعمل اسايتس. طيب ده طبعا ينفع اس 3 جالوب على الترايكاسبيد، it is a certain sign of right ventricular failure. لكن حد يعترض يقول طب انا اسمع ازاي اس 3 جالوب؟ ده صدره منفوخ هواء والهواء يغطي على الاصوات. لا، الترايكاسبيد دي مش في الثوركس، الترايكاسبيد دي اللور اند اوف ذا ستيرنم، يعني الهواء مش هيغطي عليها برضو. الترايكاسبيد اريا دي في اللور اند اوف ذا ستيرنم، الهواء مش هيغطي عليها، هتقدر تسمعها. الهواء ممكن يغطي على الايبكس ما تسمعهاش، لكن ما يغطيش على الترايكاسبيد اريا تسمعها. الليفر انلارجد بالبابل وتندر، لان التندرنس احنا قلنا التندرنس بيميز ما بين التوزد والانلارجد. طب تندر يبقى معناه انه كونجستد وانلارجد وعنده فيلير اوف ذا رايت سايد، لان قلنا لو فيلير اوف ذا رايت سايد يبقى الليفر كونجستد يبقى تندر. لكن لو كان بالبابل بس، لا، بالبابل بس ما تنفعش، لان بالبابل بس ممكن يبقى سقط وخلاص وتفرقها بالسبان. لكن تندر لا، تندر معناه انه كونجستد، معناه انه راح على رايت فنتريكولار فيلير. ومع ذلك حتى التندرنس دي بعض الممتحنين يقول لك لا برضه مش اكيد قوي، ومعاهم حق. ليه؟ لان حتى التندرنس دي برغم ان فعلا تندرنس دي معناها ان الليفر بقى كونجستد، وطالما كونجستد يعني فيلير اوف ذا رايت سايد فعلا، لكن بالذات بقى في العيان بتاعنا ده التندرنس دي ممكن تكون خدعه تخدعك. عارف ليه؟ لان انت بتحط ايدك على مكان الليفر في بطنه يعني، والعيان اما تحط ايدك اي وجعته تبقى تندر، فانت تقول خلاص طالما تندر يبقى كونجستد، واذا كونجستد يبقى عيان عنده رايت فنتريكولار فيلير، يبقى فعلا ينفع. بس الحقيقه برضه لا. عارف ليه؟ يعني انت لما بتحط ايدك على بطنه بيقول اي، حتى لو ما كانش كونجستد، حتى لو ما كانش عنده رايت فنتريكولار فيلير، لان التندرنس ممكن يكون سببها ان من كتر الكحه عضلات بطنه بتوجعه، واذا عضلات بطنه بتوجعه لو حطيت ايدك عليها توجعه حتى لو ما كانش الليفر كونجستد. فتندرنس هنا برضه مش دقيقه قوي، لكن الدقيق بقى 100% ان يبقى بالسيتنج ليفر. يعني طالما بالسيتنج ليفر ده 100% عنده رايت فنتريكولار فيلير. لما بيحصل ادفانسد رايت فنتريكولار فيلير ترايكاسبيد فالف بيحصل فيها ريجيرج، انا اقولها ان شاء الله في الكارديولوجي، والريجيرج بيعمل بالسيتنج ليفر. يبقى اهم حاجه ان ليفر بالبابل تندر بالسيتنج. وكونجستد بالسيتنج نيك فينز ناقصه ايه الكلمه الاولانيه دي؟ ناقصه بوث ان انسبيريشن اند ان اكسبيريشن. لازم تقول لي في الانسبيريشن وفي الاكسبيريشن. طب لو لقيتها كونجستد بالسيتنج في الاكسبيريشن بس، لا دي معناها سي او بي دي. لكن عشان اقول
ان السي او بي دي بقت كومبليكيتد برايت فنتريكولار فيلير، يبقى لازم تبقى كونجستد بالسيتنج في الانسبيريشن وفي الاكسبيريشن. انا خلاص طالما القلب اليمين وقع يعني مش قادر يستقبل لا انسبيريشن ولا اكسبيريشن. دي النقط اللي تقول لك انه رايت فنتريكولار فيلير ايه اللي ينفع منها وايه اللي ما ينفعش. طيب السؤال اللي بعد كده، هل الحاله بتاعتك كومبليكيتد بريسبيراتوري فيلير ولا لا؟ ده السؤال اللي بعد كده. ما احنا قلنا ان السي او بي دي ممكن يبقى كومبليكيتد بتايب 2 كرونيك ريسبيراتوري فيلير. لو سالك السؤال ده تقول له الاجابه ايه؟ كلمه واحده بس، كلمه واحده بس. لو قلتها هيبقى في منتهى السعاده. كلمه واحده بس، الاجابه ما اعرفش. ما اعرفش دي فول مارك على طول. ليه؟ ليه ما اعرفش؟ ليه تقول له ما اعرفش؟ لانه respiratory failure is a laboratory diagnosis. I can't say. ما اعرفش. لان لان respiratory failure is a laboratory diagnosis. قلناها في respiratory failure. يعني لا ما تتشخصش الا بالمعمل. arterial blood gas وانت قاعد مع الممتحن بينك وبينه ما فيش معمل، يبقى قول له لازم المعمل، قول له لازم اجيب المعمل. لكن كلينيكالي كده لا، ما اقدرش، ما اقدرش. قول له لازم، لو قلت له كده يبقى سعيد جدا. قول له لكن لانه لابوراتوري ريسبيراتوري فيلير از لابوراتوري دايجنوز. قول له لكن اقدر اخمن، ممكن اخمن، ما اقدرش اقول لكن اقدر اخمن. اخمن بايه؟ باللي انا شايفه. ايه اللي انت شايفه؟ دول اللي هي الموست امبورتنت مانيفستيشنز اوف ريسبيراتوري فيلير. دول يخلوني ارجح انه عنده، بس ما اقدرش احلف الا بالارتيريال بلاد جاز، لان الارتيريال بلاد جاز هي الشهاده بتاعت الريسبيراتوري، الشهاده بتاعت الريسبيراتوري فيلير، من غيرها ما تقدرش. السؤال اللي بعد كده، طب هي الحاله بتاعتك دي كومبليكيتد ولا لا ببرونكيكتسس؟ ما احنا قلنا السي او بي دي ممكن تبقى كومبليكيتد ببرونكيكتسس. الاجابه قول له اولا اقدر بالهيستوري. ازاي اعرف انه بقى كومبليكيتد برونكيتسس؟ بالهيستوري وبالاكزامينيشن. كلام منظم جدا. هيستوري نمره واحد، تشينج في الكاركتر اوف كوف، ان الكحه اتغيرت. هيسقف. ايه الكحه اتغيرت؟ كاركتر اوف كوف اتغير. يعني ايه؟ يعني بعد ما كانت الكحه دي العيان بيكح كل يوم ويجيب سبيوتم ابيض ومعاه ديسنيا ويزنج، لا الموضوع اتغير. اتغيرت الكحه، بقت دخلت في الوصف بتاع البرونكيكتسس، اللي هو اتقلبت من كحه السي او بي دي اللي هي بيكح كل يوم ويجيب بلغم ميكويد سبيوتم ابيض الى كحه البرونكيكتسس اللي هي كحه البرونكيكتس اللي هي السابيريتيف لانج سيندروم، اللي هو كح كل يوم ويجيب سبيوتم بيرلنت وريحته وحشه. بيرلنت اصفر او اخضر وريحته وحشه، وريليتد للبوستشر لما يميل لقدام او يرجع لورا. ده التيبيكال برونكيكتس سابيريتيف لانج سيندروم. يبقى الكحه اتغيرت من مجرد كحه بتاعت كرونيك برونكايتس الى كحه بتاعت سابيريتيف لانج سيندروم بهيوج اماونت كل يوم. بعد ما كانت كميه عاديه يجيب شويه، الكرونيك برونكايتس بيجيب شويه سبيوتم كل يوم وخلصنا، لكن السابيريتيف لانج سيندروم هيوج اماونت، فيتد، بيرلنت اصفر او اخضر، ريليتد للبوستشر. مظبوط، يبقى اتغيرت. دي اول حاجه تقول لك ان بقى كومبليكيتد ببرونكيكتس من الهيستوري. طب وبالاكزامينيشن؟ اكزامينيشن نمره واحد، لوكال وجنرال. لوكال الاقي بايلاترال وبيزل فيتشرز، تجيب من درس البرونكيكتس بايلاترال وبيزل فيتشرز اوف ايه؟ اوف كافيتيشن كونسوليديشن وحواليها فايبروسس. وجيب من درس البرونكيكتس لقيت عنده بايلاترال وبيزل فيتشرز، كريبيتيشنز ميديوم سايز وكورس، والتي في اف عالي، ومعاها برونكيال بريذنج، الحاجات اللي قلناها في درس البرونكيكتس. وكمان جنرال دي على اعلى درجه من الاهميه، ان انا الاقي عنده ماركت ديجري اوف كلابينج، ان الكلابينج يبقى ماركت لما كان المفروض السي او بي دي يبقى مايلد. يعني الاقي عنده درجه 3 من الكلابينج اللي هي درام ستيك، لما كان المفروض الاقي يا دوبك الدرجه الاولى اللي هي اوبليتريشن اوف ذا نيل اوف ذا بيد بتاع of the angle of the nail، يعني اللي هي angle of the nail، الضفر ده اللي هي زاويه هنا بتاعت النيل بيد. الزاويه بتاعت النيل بيد دي بتتسد في الفيرست ديجري كلابينج. يعني هنا الاقي ماركت كلابينج لما كان المفروض السي او بي دي فقط، لو السي او بي دي فقط تبقى مايلد. ليه؟ لان هنا حصل توكسيميا، والتوكسيميا بتعمل ماركت كلابينج، لكن السي او بي دي لوحده من غير برونكيكتس بيبقى هايبوكسيا من غير توكسيميا، فبتبقى كلابينج بسيط. لكن لو العيان
جاله مارك ديجري اوف كلابينج، تخمن انه راح على برونكيكتس، تعمل له ايمجنج يطلع عنده برونكيكتس. مهم جدا. السؤال اللي بعد كده، طب الحاله بتاعتك كومبليكيتد ولا لا بليفت فنتريكولار فيلير؟ قول له ده استثناء للقاعده، لان العادي انه يعمل رايت فنتريكولار فيلير، لكن الليفت فنتريكولار فيلير استثناء. وقول له ان ممكن تحصل لانه ذا سيم تايب اوف ذا بيشنت، لان جاله كوروناري ارتري ديزيز، زي ما كان بيدخن جابت له سي او بي دي، جابت له كمان كوروناري ارتري ديزيز، جاب له ليفت فنتريكولار فيلير، لان الكوروناري ارتري اثيروسكليروزس واشهر سبب لليفت فنتريكولار فيلير. حلو. يقول لك طب وانت تعرف منين انه جاله ولا ما جالوش ليفت فنتريكولار فيلير؟ قول له بالهيستوري وبالاكزامينيشن. بالهيستوري different types of dyspnea. يا سلام، ممتازه في الامتحان. يعني ايه؟ يعني انت لو هو سي او بي دي بس عنده ديسنيا وخلاص، سي او بي دي بس بينهج وخلاص. لكن لو عنده ليفت سايدد فيلير بقت ديسنيا وباروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا واورثوبنيا، وقد تصل لبالمونري ايديما. شفت؟ لان عيان الليفت فنتريكولار فيلير عنده انواع مختلفه من الديسنيا بدرجات مختلفه. ديسنيا عاديه، اكزيرشنال، اتريست، اورثوبنيا، باروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا، وجايز بالمونري ايديما. لكن بتاع السي او بي دي ديسنيا وخلاص. مهم. واجل انواع الديسنيا للكارديولوجي ان شاء الله. طيب اكزامينيشن بالسس اولترنانس، يعني تحط ايدك على البلس تلاقي بالسس اولترنانس. يعني ايه بالسس اولترنانس؟ اشرحها ان شاء الله في كتاب الكارديولوجي، مفهوم زياده عن اللزوم، هيقولوا لك في كلينيكال، افضل تسمعه عندنا هنا. بالسس اولترنانس هنا لما كان مفروض السي او بي دي بس تبقى بالسس بارادوكسس وخلصنا، يعني في السي او بي دي بس هتلاقي بالسس بارادوكسس بس. لكن لو سي او بي دي كومبليكيتد بليفت فنتريكولار فيلير تلاقي بالسس اولترنانس. وما اسمعش اسم، اوعى هنا تقول له اس 3، اجل دي ثانيه واحده. بالسس اولترنانس يعني العادي بتاع السي او بي دي في بالسس بارادوكسس، لكن لو العيان كومبليكيتد بليفت فنتريكولار فيلير تلاقي عنده كمان بالسس اولترنانس. ايه البالسس اولترنانس ده؟ هتلاقيه في ليفت فنتريكولار فيلير في كتاب الكارديولوجي، شرح كتير، اجله شويه. لكن المفروض ان عيان الليفت فنتريكولار فيلير بسمع عنده اس 3 على الايبكس، اس 3 جالوب على الايبكس، لكن اوعى تقولها هنا. ليه؟ برغم ان الاس 3 جالوب ده على الايبكس لو انت سمعته يبقى ساين ممتازه ان جاله ليفت فنتريكولار فيلير، الا ان ما ينفعش تقولها هنا. ليه ما ينفعش اقولها هنا؟ لان السي او بي دي هواء كتير بيغطي على الايبكس، ما تقدرش تسمع الايبكس. اقدر اسمع الترايكاسبيد لان دي اللور اند اوف ذا ستيرنم، لكن ما تقدرش تسمع الايبكس، فما تقولهاش، ما تغلطش وتقولها. يبقى دي الحاجات اللي المفروض. ايكو بقى، ايكو اهم حاجه تشخص لك ليفت فنتريكولار فيلير مع حاجه اسمها ناتريوريتك بيبتايد في كتاب الكارديولوجي. يبقى دي الحاجات اللي تعرفني هنا. طبعا يعني مش تبع الاكزامينيشن، الايكو دي تبع انفستيجيشن، يعني مش تبع الاكزامينيشن، تبع انفستيجيشن بس. خلاص ما كانش عندي مكان اكتبها واكتبها لوحدها، يعني ايكو تبع الانفستيجيشنز. يبقى دي الفايندنجز اللي تعرفك ان البيشنت بقى كومبليكيتد بليفت فنتريكولار فيلير. يبقى ده ديالوج مهم جدا جدا ان انت تقوله بينك وبين الممتحن في حاله امتحان تضمن بيها في اللونج كيس فول مارك ان شاء الله، وفي الشورت كيس مظبوط. خلاص.